واليوم شاهدت متابعة أو إعادة لإحدى الحلقات على قناة المنار يعني المحامي المصري عصام سلطان، حينما كان داخل البرنامج فأراد المذيع أن يوجه الحوار يعني تجاه حزب الله والمقاومة وغير ذلك، فانصرف وانسحب عصام سلطان لأنه يعني لم يرد أن يقول إلا ما يراه صحيحا ومبنيا على ما يشاهده، فإن حزب الله على الإطلاق لم يذكر في قناته أي أحداث تخص أو تمس سوريا من قريب أو بعيد. نشاهد هذا المقطع الذي فيه تلك الفضيحة الكبرى لتلك القناة وذلك الحزب. ودعني يعني أقول إن كانت المنار ستفسح لي المجال في يعني الإسهاب والسرد في هذه النقطة، وأنت شخصيا يعني سوف تتحملني في هذا أم لا، من أن يعني الكل يعتب هنا في مصر على موقف المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين من النظام السوري الذي يعني يقوم بعمليات قمع وإبادة الآن. يعني معلش سيد عصام، يعني هذا موضوع آخر. يعني أنا أحترم وجهة نظرك واحترم رأيك، لا نريد أن نفتح سجالا في أمر الصورة فيه تحتاج إلى كثير من الكلام، ولكن أنت تفضلت سيد عصام قبل قليل وأشرت إشارة مهمة جدا إلى مسألة من يؤدي دورا. هنا السؤال يعني بين هلالين، طبعا السؤال عما يمكن أن يقدمه الشعب المصري وتقدمه مصر خارج إطار انتقادات أدوار أخرى. ما الذي يمكن أن تقدمه؟ هناك اتفاق كويز، هناك علم صهيوني مرفوع على سفارة في مصر، هناك تصدير للغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، هناك تصدير للغاز للبترول للكيان الصهيوني، هناك شركات. أنت تعلم أكثر مني بالتأكيد أن العديد من شركات والعديد من رجال المال والأعمال يقيمون علاقات شديدة القوة مع الكيان الصهيوني. أنا أحترم ترتيب الأولويات كما تفضلت وطرحتها سيد عصام، ولكن إذا استمر الحال إلى أن تأتي جملة الإنجازات التي تفضلت بها، يعني سوف تكون مسألة التطبيع، وهذا ما يعني يخشاها البعض أو أخشى أنا على الأقل، أمرا واقعا ولا سبيل لتغييره. موضوعنا واحد يا سيدي، ويعني أنت صديق عزيز ولم تستطع أن تتحملني. إن أردت أن أكمل نقطتي التي بدأت بها فأكملها، وإن لم ترد يعني أنا أعتذر عن الاستمرار حتى لا أفسد عليك برنامجك الجميل المتابع من كل الدنيا والذي أتابعه أنا شخصيا وأحبه وأحب قناة المنار وأحب المقاومة. أنت يعني هل يعني لن تستطيع أن تكمل إلا إذا يعني وجهت انتقادا إلى سوريا؟ لا، لن أستطيع أن أكمل إلا إذا تكلمت من رأسي وليس من توجيهك. لا أنا ما بوجهكش، بقول لك موضوعنا مش سوريا، موضوعنا مصر. موضوعنا هو موضوع المقاومة في مواجهة العدو. نعم. أليس هذا هو موضوعنا؟ صحيح. إذن هل يمكن لأمة خانعة خاضعة مستبدة يقتل شبابها وتسبى نساؤها وتعامل بهذه المعاملة التي نراها، هل يمكن لأمة كهذا أن تواجه عدو؟ يعني صغر أم كبر؟ يعني أنت معلوم، يعني هذا رأيك وأنت حر فيه بالتأكيد، ولكن أيضا قد يرد الآخر. أنا لا أريد أن أحول المسألة إلى سجال بيني وبينك سيد عصام، ولكن سيدي الفاضل، كلنا في الهم شرق، وبداية تحررنا تكون من تحررنا من هذه الأنظمة المستبدة حتى نستطيع أن نواجه عدونا ونحن قوة. لا يمكن أبدا أن نواجه عدونا ثأرا لكرامتنا في الخارج وكرامتنا مهدرة في الداخل. هذه لا يجوز الجمع بين الشيء ونقيضه. دعم حركات المقاومة، ما هو يعني تصوركم للشكل الذي يمكن للشعب المصري بعد ثورته العظيمة التي قام بها أن يدعم هذه المقاومة؟ كيف؟ يعني سبق أن قلت لك أن المقاومة يعني سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان أو في أي بقعة من بقاع الوطن العربي أو الوطن الإسلامي كله، هي جزء من مقاومات هذا الشعب ومن تفكير هذا الشعب المصري
وغيره من الشعوب العربية، وهذه ليست محل نقاش على مدى التاريخ كله يعني. ولكني لا أفهم يعني ما هو الرابط بين حماية المقاومة وبقاء الأنظمة المستبدة. الأنظمة المستبدة لا تحمي أي مقاومة. يعني من الذي قال أن النظام السوري لابد أن يكون نظاما مستبدا حتى يحمي المقاومة؟ من الذي قال إنه إذا أتي بنظام ديمقراطي لن يكون عمقا جديدا للمقاومة وحاضنا للمقاومة وداعما لها بأكثر مما يفعله النظام السوري الحالي؟ ومن الذي قال أنه إذا يعني قامت ديمقراطيات عربية فإن يعني الدعم للمقاومة سينسحب؟ إن قضية دعم المقاومة يا سيدي هي قضية مصيرية، يعني مثلا يعني كل عربي. أنا معك أنا موافقك يعني يعني نظام هذه قضية مصيرية. أنا أريد هنا أن أسأل على المسطرة التي يمكن أن نقيس عليها سيد عصام سلطان. يعني أنا كنت أود أن تتيح لي يعني الحوار بشكل يعني أطول شوية دون مقاطعة. لا ما شوف، لا أنا في أمور يعني المسألة يا سيد عصام المسألة مش مسألة أنا بس مقاطعة. مرتبط بموعد، أنا مرتبط الآن بموعد، فأنا مضطر أستأذن وأترك لك الحلقة ويعني زميلي الفاضل من تونس، وأتمنى يعني لهذه الحلقة يعني أن تكون حلقة يعني جميلة يستفيد منها المشاهد، ويعني سوف أتابعك إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا. فضيحة إعلامية كبرى. يعني عايز تعليقك الأول ثم نركز دكتور. اتفضل. هذا الذي دائما يحاولون الهروب منه أو تضليل الناس به عندما تأتي وتتحدث. يعني هم يريدون منا أن نقبل بالمقاومة وبالاستبداد. يريدون منا أن نقتنع بأن المستبد يمكن عفوا يمكن أن يكون حاميا للأمة ومحافظا على كرامتها ومحافظا على حقوقها، يعني زورا وبهتانا. لا يمكن للمقاومة إلا أن تكون حرة، لا يمكن للجهاد إلا أن يكون حرا. عندما أكون أنا مقاوما أو مجاهدا يعني أنا حر، أنا رفضت كل أسباب وأشكال الظلم والاستبداد والقهر، وبالتالي يعني لا يجب يعني ليس من المعقول أن تسمح لي بأن أكون حرا بينما لا تسمح لابنك أن يتمتع بذات الحق. سوريا يعني في الشعب السوري يعني عانى وذاق ألوان الذل والمرض. الآن يحدث مجازر. نعم. وما كان لهذا الشعب أن يثور لو كان حرا كريما. فكيف تريدني أن أصدق يعني أن ثورتك هي حرة كريمة والشعب السوري حر كريم؟ كيف يعني واضح أن هناك يعني ليس خللا ما، واضح أن هناك تناقضا. لا شفت المذيع ده دكتور أكرم لما بيقول له الأستاذ عصام سلطان كيف يعني يكون نظام قمعي ويحمي أو يأوي مقاومة؟ يعني كيف تجعلني أصدق ذلك؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الأمة أصلا. كيف تصدق هذه الأكاذيب والترهات؟ بأي حق وبأي منطق وبأي دين وبأي شرع نصدق ترهات من هذا النوع؟ نحن يعني عشرات السنوات ونحن نعيش هذا الظلم وهذا الاستبداد وهذا الطغيان في كل شيء. البلد في سوريا هو يعرف جيدا يعني في المرار وفي غير المرار، يعلم علم اليقين أنك عندما تدخل سوريا من المطار لا يمكن أن يختم جواز سفرك إلا إذا وضعت به الرشوة. أنا لا أدري كيف يكون الفساد حاميا لمقاومة، وأي نوع من هذه المقاومة يعني أي أرض تحررها وأي كرامة تدافع عنها وأي شرف تدافع عنه وأي أخلاق تدافع عنها إذا كان الذي يدافع عنها هو أفسد الفاسدين وأشد الظالمين استبدادا وظلما. يعني ما هي هوية المقاومة؟ يعني أنا علي أن أطرح هذا السؤال حينها، ما هي هوية هذه المقاومة حقيقة؟ ما هو ده اللي كان الأستاذ عصام معترض عليه سلطان، بيقول له طب ليه المقاومة ما توقفش مع السوريين؟ فهو معترض تماما في قناة المنار ان يجيب سيرة سوريا. ما عندوش خبرة ان في مجازر، ان في 500 شهيد، ان في آلاف الجرحى. يعني هل مثلا قناة إعلامية ما عندهاش فكرة عنده خبر ويعلم علم اليقين، لكنه هو في نطاق مشروع صفوي ما ليس له علاقة بالمقاومة. المقاومة هي عبارة عن ورقة التوت التي يستترون بها كما يستتر النظام الطائفي في سوريا بالعلمانية عبر حزب البعث. لكن الأمور واضحة ولا تحتاج إلى من يوضحها أكثر. النظام طائفي حتى النخاع مجرم، حتى النخاع مستبد، حتى النخاع فاسد من ألفه إلى يائه، وبعثيته وعلمانيته لم تشفع له إلا كتسويق. والحزب الله والمنار وغير المنار وهذه كل الأبواق والأدوات هذه يعلمون علم اليقين أنهم لا يعنيهم من كرامة الشعب السوري ولا من حرية الشعب السوري إلا بقدر ما يعنيه التحالف وبقاء هذا النظام خدمة لهذا المشروع.
وبالتالي فليذهب الشعب السوري إلى الجحيم، فليجوع وليقتل وليقنص وليمنع الجرحى من الذهاب إلى المستشفيات والإسعاف، وليذبح الأطفال ولتجرح أيديهم وتدق أعناقهم وتشوه صورهم حتى يصبحوا بلهاء يعانون من أمراض وأسقام وكوابيس تلازمهم مدى الحياة، كي يرضى حزب الله وترضى قناة المنار ويرضى أولئك المطبلون للنظام السوري زورا وظلما على رقابه وأرواحه وعذاباته وأنين الناس والأطفال صغارا وكبارا. نعم. فليهنئوا. دعني أعلق تعليقا إعلاميا. أنا مسكين ذلك المذيع، هو مصري طبعا، يعني باع يعني شرفه ووطنه وكرامته وأصبح أمينا لهذا الذي يزعم المقاومة يعني بدراهم معدودات، يعني اشترى ضميره. وهو حينما سأله الأستاذ عصام يعني في أنه ينبغي أن نتحدث عن سوريا والمجازر والقمع في سوريا وموقف المقاومة منها، ولماذا لا يتكلم ذلك النصر الله بقناته عن هذه المجازر، يعني أراد أن يكبح جماح الأستاذ عصام سلطان، لكنه أبى وانسحب كما رأيتم من الحلقة بأدب جم. قال أنا عندي موعد، يعني وساب له الضيف التونسي. هذا المذيع حينما يعني أصبح في خانة اليك كما يقال، أو أصبح في مأزق، يعني بدأ يطعن في وطنه مصر، يقول الغاز والتعامل وإسرائيل. والله مصر أشرف منك يا هذا المذيع، لأن مصر حينما عملت معاهدة السلام عملتها علانية. أما الذين يزعمون المقاومة فلهم معاهدات سرية مع ذلك النظام والكيان الصهيوني لتسليم الأمة ولتدميرها وإفسادها. أما مصر حينما أجرت المعاهدة أجرتها أمام العالم كله. أما يتحدث عن الغاز وغير ذلك، أعتقد هذا المذيع المصري لا يدري أن هناك ثورة عدلت كل هذه الموازين، وأن رئيس الوزراء بالأمس على قنوات الأخبار كافة قال سوف يعني ننظر في المعاهدات والاتفاقيات بما فيها معاهدة الغاز مع إسرائيل والأردن. حتى يا أخي استشهاد ذلك المذيع استشهاد قديم، يعني أصبح يطبل كما حسن نصر الله يطبل لسوريا ولإيران ويزعمون المقاومة، هو أصبح يطبل لذلك النصر الله أيضا والمقاومة، أو ما يسمى بالمقاومة الوهمية المزعومة، يعني على حساب وطنه مصر. أرجو أن يعاقب ذلك المذيع لأنه طعن في وطنه، وسأتولى أنا هذه الحملة شخصيا ضد ذلك المذيع العميل. يعني دكتور، يعني نشكر الأستاذ عصام سلطان على ثبات موقفه، وأنه رجل يعني أصر أن يقول ما يريد ولا ما يمليه عليه ذلك.